أكلات كتير كنا متعودين عليها وكبرنا عليها ودلوقتي بننسى إن احنا نعملها رغم إنها جميلة جدا جدا وأكلات تراثية كده. العجة كتير بنبقى ناسيين إن احنا نعملها رغم إن هي مفيدة جدا وتبقى سناك حلوة قوي. ولو الولاد بيحبوا ياكلوا الحاجات بالخضار تنفع في المدرسة كمان. يلا أقولكوا على طريقة العجة الأصلية اللي اتعلمتها من ماما واللي اتربيت عليها. اول حاجه لازم نشوح الخضار، ما تفكروش تعملوا العجه من غير ما تشوحوا الخضار. انا مستعمله بصل وجزر وبطاطس وطماطم. ممكن تزودوا اللي انتوا عايزينه. الكوسه بتبقى حلوه جدا، البطاطا بتبقى حلوه قوي. بس هو ده الخضار الاساسي، اهم حاجه يبقى مبشور رفيع كده زي ما انتوا شايفين. اولا بيستوي اسرع وبتبقى نتيجته حلوه جدا. في العجه عموما بيبقى كل المكونات مندمجه مع بعض بشكل حلو قوي. اخر حاجة بنحطها الطماطم، وبعد كده بنزود كمون، كزبرة، جنزبيل، فلفل اسود، بابريكا. ولو في توابل تانية حابين تضيفوها طبعا براحتكم. الملح هنحط شوية دلوقتي وشوية في الاخر، بس نخلي بالنا علشان ما يحدقش. كده دي الخلطة الأساسية. طبعا في خضرة، ده الأساس بتاع العجة، بس دي بتضاف آخر حاجة خالص. بعد ما كله اتشوح وكله اندمج مع بعضه، هنحطها بقى على جنب وهنجهز خليط البيض. هنحتاج 3 بيضات، كوباية من اللبن، حوالي ربع لنص كوباية من الدقيق، ومعلقة صغيرة بيكنج صودا، ويفضل بيكنج باودر. هنخلطهم كويس جدا مع بعض لغاية لما كل الخليط يندمج تماما، وننزل بقى بالخليط الخضار. واخر حاجة بننزل بالبقدونس. انا حطيت بقدونس، ممكن تحطوا كزبرة، شبت، زي ما تحبوا. بس لو شبت ما تكتروش لان الشبت بيغمق شوية لما بيتعرض للسخونية، فما نكترش قوي منه. فانا استخدمت بقدونس بس وبيدي طعم خطير. وطبعا الخضرة اساس العجة، فدي اضافة اساسية ما ينفعش ان احنا طبعا نستغنى عنها. هنجهز بقى صينية انا دهنتها زيت وبطنتها بالدقيق كأننا بنعمل كيكة بالظبط. في المرحلة دي أنا زودت شوية ملح، دقت كده لقيت إنه محتاج ملح، فطبعا الملح والتوابل دي يعني حسب الرغبة. في الوقت ده هنسخن الفرن وهنحط العجة في صينية حسب بقى ما تحبوا، بايركس أو ستانلس أي حاجة. أنا استخدمت صينية الباي اللي بنعمل فيها الباي. شكلها حلو كده وأطرافها شكلها لطيف، بتطلع في الآخر نتيجتها حلوة جدا، هتشوفوها. وهتدخل الفرن يعني حوالي تلت ساعة لغاية لما تستوي، وتحسوا تحطوا السكينة أو الخلة بتطلع ناشفة. بس كده. بصوا بقى الجمال، حلوة قوي، ريحتها خطيرة. وبجد سناك مفيد جدا، ممكن غدا، ممكن عشاء، ممكن فطار. تتحط في اللانش بوكس لو الولاد مش هيتعبونا يعني في موضوع الخضار. فحلوة جدا جدا. ولو حد حابب يحط بدل الدقيق